إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ إيه الاخبار؟ مش هنقطع بقى في المونتاج ونتكلم. مؤخرا الفيديوهات اللي انا بصورها، استنى نرجع لورا شويه عشان ما نبقاش لازقين في الكاميرا. مؤخرا الفيديوهات اللي انا بصورها كلها كنت بستعمل فيها المونتاج، وهي ان انا بقص الكلام بالظبط على الحته اللي انا بتكلم فيها، وده طبعا بسبب ان انا كنت عايز اديلك المعلومات كلها اللي انا عايز اقولها في الفيديو في اقصر وقت ممكن، فعلشان كده كنت بقطع اي فتره. ولكن في الفيديو ده انا جاي حابب ان احنا نتكلم مع بعض زي الفيديوهات اللي احنا بدأنا بيها من شهرين تقريبا، فمش حابب بصراحة انه يكون في مونتاج علشان اتكلم معاك المرة دي في حوار. طبعا في الوقت اللي احنا فيه دوت اللي هو خلاص انت رايح اخر امتحان، وبعد فترة اخر امتحان لحد ما يظهر النتيجة انت بتفضل بقى مقلق، انت شغال تحسب في الدرجات اللي انت معاك بقى وانت نقصت قد ايه، وايه الدرجات اللي المفروض تكون نقصتها عشان تكون في الامان بقى وتمام ومجموعك باذن الله يجيب حاجة كويسة. فانت بتقعد تحسب حاجات كتير من الحاجات دي. فانا حابب اتكلم معاك المرة دي عن حوار انت المفروض تنقص كام درجة بالظبط او كام في المية بالظبط عشان تكون في الامان يعني وتمام. ولكن في البداية لو حابب انك تروح تعمل حاجة تشربها عشان نيجي نقعد مع بعض فقشطة، مش حابب خلاص. ولو حابب برضه تنزل تعمل لايك كومنت سبسكرايب، مش حابب برضه خلاص. المهم، حوار بقى ان انت تنقص كام درجة بالظبط علشان تكون في الامان، فدي انا مش هقول لك حاجة زي دي، تمام؟ يعني انا مش هقول لك حاجة زي دي، يعني انا مش هدي لك رقم، يعني مش هدي لك رقم برضه، لان اولا دي حاجه بتعتمد على التنسيق بتاعك. يعني ايه برضه التنسيق بتاعك؟ يعني تنسيق السنه بتاعتي انا مثلا، انا كنت مأجل فخدت على سنتين. 2021 كان التنسيق مثلا طب بشري 90.7، 2022 كان التنسيق مثلا من 90 من 92 تقريبا او 91 وشويه حلوين، يعني كان طب بشري. فالشخص اللي كان في 2021 جايب 88 و3 من 10 تقريبا او 4 من 10 مش متأكد، كان مجموعه يدخله صيدله علاج طبيعي. الشخص اللي كان في 2022 جاب 88 و3 من 10 او 88 و4 من 10 زي كده، ما لحقش صيدله ولا علاج طبيعي. ليه؟ لان صيدله بقى مجموعها من 90% والتنسيق رفع. فدي حاجه معتمده على التنسيق بتاع السنه بتاعتك. طيب والتنسيق ده بيعتمد على ايه؟ التنسيق ده بيعتمد على حل الطلبه كلها. الدفعه تقريبا المتوسط بتاعها بيكون 600,000 طالب، حل بقى 600,000 طالب دول في الامتحانات هيكونوا جايبين كام، اعلى ناس هتجيب كام، فعلى الحاجات ديت بيعتمد عليها التنسيق يعني. وحساباتنا ان احنا بنقعد نعد بقى بعد كل امتحان، نراجع نشوف غلطنا كام غلطه. والله انا عندي دي غلطه، انا عندي دي غلطه، انا هنقص كده 10%، هنقص 15%. تيجي عندنا مثلا، انا لما كنت قدك السنه اللي فاتت 2020، حاسسك ان انا اكبر منك بكتير. المهم، انا لما كنت قدك السنه اللي فاتت انا كنت حاسب ان انا هجيب 82%. طبعا هو ما كانش رقم دقيق، تمام؟ ما كانش رقم دقيق، انا كنت متوقع ان انا اجيب 82% 83%، ده المتوسط بتاعي. ولكن في النتيجة يوم ما طلعت لقيت نفسي جايب 88.3. فرغم ان انا كنت حاسب بقى وشايف انا هجيب كام وهعدد، الرقم ما طلعش زي ما انا متوقعه. ومع ذلك برضو التنسيق رفع، تمام؟ يعني هو المجموع جه اعلى بكتير مما انا كنت متوقع، ودي حاجه طبعا كرم من عند ربنا. ومعايا واحد صاحبي برضه
كان متوقع، كان جايب في 2021 كان جايب 91.7 كان بقى شغال يعني ايه في 91.7. كنا لسه مش عارفين هل مجموع كده هيجيبوا طب بشري ولا مش هيجيبوا طب. اغلب الناس ساعتها طلعت بقى الفيديوهات اللي هتقابلها كتير الفتره الجايه، فيديوهات بقى توقعات التنسيق بشرى ساره للطلبه، التنسيق هينزل. هتلاقي البوستات دي كتير او الفيديوهات على اليوتيوب من النوع ده كتير قوي 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 قوي. دي فتره لم ريتش ليهم تمام. المهم ان انت هتلاقي النوع ده كتير. احنا كانت كل بقى الفيديوهات دي بتقول ان طب بشري غالبا هتكون من 92. هو كان جايب 91.7 بالظبط. وسبحان الله يوم ما طلعت التنسيق احنا حتى احنا يعني كلنا كنا متوقعين ان هو خلاص هيخش اسنان. يوم ما طلع التنسيق طب بشري 90.7، لا ده جايب اعلى من طب بشري ب1%، يعني ب1%، قصدي 1% على معاشرية دي. فاللي هو انت مهما تحسب لها غالبا هي مش هتيجي زي ما انت مش شايفها. فانا عايز اقول لك كده، احنا وصلنا 5 دقايق عشان بس ما نطولش عليكم. انت مهما هتحسب لها هي مش هتيجي زي ما انت متخيل او زي ما انت متوقع. انت هتفضل تعد ان انت جبت كذا كذا، انت نقصت في كذا كذا. تحديدا ثانوية عامة، انا قلتها لك كتير قبل كده، تحديدا ثانوية عامة هي سنة مش معتمدة على أدائك الدراسي أو على مذاكرتك بس أو الكلام. طبعا أنت لازم تكون مذاكر، لازم تكون دخلت الامتحانات وأنت مذاكر، عملت اللي عليك، ولكن مش معنى إن أنت عملت اللي عليك فده معناه إن أنت وش هتجيب مجموع. ومش معنى إن أنت ما بدأتش مذاكرة مثلا غير في نص السنة فده معناه إن أنت خلاص مش هتجيب مجموع، ربنا مش هيساويك باللي بدأ من البداية. ربنا بيجازي الشخص على حسب المجهود اللي هو عمله، تمام، بالحاجة اللي هو يستحق او الحاجة اللي هي بتاعته من الاخر. يعني انت مثلا ممكن يكون مكانك اكبر من كلية طب، اكبر من بشري. ممكن تخش يا سيدي ما تجيبش مجموع بشري، تجيب اي مجموع كلية حتى مش كلية طبية، ولكن ده قدام تدرك ان هو حاجة افضل ليك واحسن ليك بكتير. وده حصل برضو معانا. يعني انا اعرف كذا حد والله يا جماعة دخل كلية مش من الكليات القمة، وهو حاليا يعني شخص ماشي في حياته صاروخ ما شاء الله. يعني لو كان دخل كلية طبية او من الكليات العالية يعني ايا يكن، هو ما كانش هو نفسه معترف ان هو ما كانش هيأدي، ما كانش هيعمل حاجة. فانت يعني انا مثلا برضه عايز اقول لك حاجة. انت حاليا مثلا انت نفسك في بشري، انا عارف ان اغلب الناس بتتفرج عليا نفسها تخش بشري. انت تعرف ايه عن بشري؟ انا عايز اسالك، اسال نفسك كده، انت تعرف ايه عن طب بشري عشان تعوز تخش بشري؟ انت ايه معلوماتك عن طب بشري غير المكانه الاجتماعيه والشغل بقى بعد التخرج والفلوس؟ لان ده اغلب الرأي اللي بيكون موجود في راس الناس يعني. غير الكلام ده تعرف ايه عن بشري؟ تعرف ايه عن الدراسه وبشري؟ بشوف ناس عامله اكونتات عاشقه الطب، عاشق انتوا تعرفوا ايه يا جماعه عن الموضوع ده؟ رد يا عم، قول لي انت ما تعرفش حاجه عن طب بشري. انت ممكن تخش طب بشري ما تعجبكش، ممكن تخش الكليه دي ما تعجبكش عادي. الدراسه في الكليه مش زي ما انت كنت متوقع. وده حصل مع ناس كتير قوي برضه. يعني والله بجد يا جماعه في ناس في الكليه، ناس شاطره وما شاء الله ناس جامده، مش حابين الكليه. بجد يا جماعه الكليات الطبيه، والله انت لما تخش كليه طبيه لو ربنا كرمك كليه طبيه، انت تدرك ان الكليات الطبيه هي ارهاق زياده عن اللزوم. انت دايما بتذاكر، انت دايما عندك سكاشن، دايما عندك محاضرات، دايما عندك امتحانات. صحابك في كليه تانية قاعدين يلعبوا طول اليوم في السكن، وعادي جدا. مش معنى ان هم قاعدين ما بيذاكروش او كليتهم ما فيهاش شغل كتير زي كليتك ان هم فشله او ان هم مش هيوصلوا لحاجه. مش معناها كده خالص على فكره. عادي جدا ممكن تلاقي شخص مره واحده في تجاره مثلا، مره واحده اشتغل في بنك. معايا واحد صاحبي والله لسه جاله عقد في البنك الاهلي تقريبا، اشتغل محاسب في البنك الاهلي، خلص قبلك واشتغل قبلك في مكان احسن. يعني مش هقول لك مكان احسن منك، المهم ان هو خلص قبلك 4 سنين بس، تمام، تجاره 4 سنين، اشتغل في بنك والبنك الاهلي، يعني ما شاء الله. فعايز اقول لك برضو انت ما تعرفش حاجه عن الكليه اللي انت عايز تخشها دي. ممكن الكليه دي تخشها وما تعجبكش. فمش عايزك في الفتره اللي انت منتظر فيها النتيجه، بدايه من انك تخلص اخر امتحان ثانويه عامه لحد ما تظهر النتيجه، لان الفتره دي انت تبدا
تبقى مبسوط بالاجازه اول اسبوع بالظبط، اول 4 ايام كمان ممكن ما تكملش اسبوع. بعد كده تبدا بقى تتوتر للنتيجه. هتلاقي بوستات كتير على الفيسبوك عن النتيجه، هي نتيجه امتى، النتيجه تتاخر ولا مش هتتاخر، ايه امتى الوقت ده، النتيجه بكره، تلاقي ده اشاعه النتيجه مش بكره. فالفتره دي تبقى فتره صعبه. فانا عايز اقول لك الفتره دي خليك عارف ان عادي ممكن ربنا ما يوفقكش انك توصل للمجموع اللي انت عايزه، عادي. وممكن ممكن تكون تعبت جدا في ثانويه عامه، ذاكرت كويس جدا، ولكن ربنا ما وفقكش للمجموع اللي انت عايزه او انك تجيب مجموع الكليه اللي انت عايزها. وده زي ما قلت لك من شويه، انت مش لازم مجهودك ده تكافئ عليه بالطريقه دي. يعني ربنا هيكافئك، اكيد هيكافئك على مجهودك، ولكن مش بالطريقه دي. في طريقه خاصه ليك هتكافئ بيها على مجهودك. ما تحطش في دماغك الفتره دي فتره انتظار النتيجه، يعني ما تحطش في دماغك اللي هو انا لو ما جبتش طب انا حياتي اتدمرت، انا لو ما جبتش صيدله انا حياتي اتدمرت، لو ما جبتش معرفش ايه انا خلاص انتهيت. مش عايزك تحط في دماغك حاجه زي دي، لان عادي ممكن ربنا ما يديلكش المجموع اللي انت كنت عايزه ويكافئك بحاجات تانية في المستقبل. فدي مش نهاية الدنيا يا جماعة، دي مش نهاية الدنيا، والله مش نهاية الدنيا خالص. وحط في دماغك برضو ان انت عادي جدا ممكن تخش الكلية اللي انت عايزها دي دلوقتي وتدرك ان هي وحشة، وان انت ما تحبهاش وما تحبش تكون فيها اصلا، وما تحبش تبذل كل المجهود ده، لان المجهود فعلا مبالغ فيه في الكليات الطبية. انت بتبذل مجهود، يعني مجهود رخم، اللي هو ايه كل ده، ايه الضغط ده كله، اما بيبقاش عندك فترة حتى يعني طول الدراسة انت ما عندكش فترة مثلا لو عايز تسافر تروح يومين في بلد تانية، عايز تخرج مع اصحابك تقعد فترة بره، ما عندكش الاوبشن ده. ليه؟ تحديدا طب بشري، يعني انا اسمع طب بشري بيمتحنوا كتير قوي، النظام بتاعهم فيه امتحانات كتير قوي. ف مش عارف هل انت هتستحمل عيشة زي دي. بس ده كل اللي عايز اقوله لك يعني في الموضوع ده. بحاول على قد ما اقدر ان انا اخليك ما تنساش ان مجهودك كده كده تكافئ عليه، ومش لازم تكافئ عليه بالطريقة دي، مش لازم تكافئ عليه. مش انت عملت مجهود، ولكن مش لازم المكافأة على المجهود ده تكون زي ما انت عايز. بس فبحاول اخفف على قد ما اقدر عنك يعني، وانك ما تضغطش على نفسك، ما تحطش نفسك تحت ضغط. وبس ده كل اللي انا عايز اقوله لك. سلام.